في حلقات انا نفسي جدا كنت اعملها من زمان، والنهارده اول حلقه منها. الحلقه دي ازاي تعملي كارير شيفت، ازاي تغيري حياتك. والموضوع ده انا بقوله من زمان جدا جدا جدا. مفيش حاجة اسمها انا كبرت، انا مش قادرة، انا مفيش امكانيات، انا ما ينفعش، انا مش هنجح. لا خالص. انتي فكري انت عاوزة ايه، انت هتنجحي في ايه. كل واحد فينا في حتة مميزة فيه، كل واحدة فينا هتنجح في حتة، كل واحدة فينا لو فكرت هتعمل اللي هي عاوزاه. حتى مهما كانت ظروفك امكانياتك، لكن انت هتتحديها وهتبقي حد ناجح جدا جدا جدا. وده مهم قوي قبل ما تبتدي اي مشروع. النهارده معانا اول واحده هي عملت كارير شيفت في حياتها، ازاي من ست بيت لشيف معروفة في سنة بقت عندها 1,000,000 فولورز. انسانة جميلة كلنا بنحبها، متواضعة طيبة قمر، كل حاجة في الدنيا فيها. ومعنا النهارده شيماء البهي وحبيبتي بحبها قوي قوي وازيك شكرا عامله على ايه؟ الكلام الجميل قوي 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 اللي هو اصلا يعني اللي انا بقوله عليكي بالظبط. يعني مشاعرك اللي انت بتقوليها عليا دي هي نفس المشاعر اللي يعني من ناحيتك بامانه. انا عايزه اقول ان انا مبسوطه قوي ان انا معاكي، ولو عايزين نتكلم على قصه ان احنا لازم نغير حياتنا، فاي انسان عايز يغير حياته وعايز يعمل شيفت كده وتغيير كامل لكل حاجه في دنيته بيقدر يعملها، لان ده نابع من جوانا احنا بدون مساعده من اي حد، بدون ان احنا نتحجج بظروف او بحاجات. انت طبعا عارفه ظروفي وعارفه ان انا الحمد لله يا رب ربنا يبارك فيهم ام ل5 اطفال. ومش دي الفكره، الفكره في ان كمان ابني الحبيبي الاكبر ابن من ذوي القدرات الخاصه. فهو انا ليه بقول ده وببقى فخوره جدا وانا بقوله. انا بقول ده لان انا قدرت ان انا اخلق من حاجه ممكن تجيب لي احباط واكتئاب، وفعلا جابت لي اكتئاب يعني فتره كده عشان كنت صغننه ومش فاهمه. لان انا عارفه ان في امهات صغننه كتير قوي في السن اللي كنت عندها نفس المشكله، عندها نفس المشكله. فعايزه اقول لهم ما تعملوش في نفسكم كده، ما تحطوش نفسكم في دايره اكتئاب واعتراض على حكم ربنا. بالعكس، تخطي واخلقي من بيقولوا عليها ايه، من المحنه منحه. خلي المحنه اللي انت عايشه فيها دي خليها هي دي المنحه بتاعتك. بمعنى انا البيج بتاعتي انا بحب الطبخ قوي، بحب التصوير قوي، مهتمه جدا بالتنميه البشريه والتغذيه العلاجيه وشويه حاجات كده لخبطيت على بعض. فانا كل اللي انا بعمله ايه، انا لما ببقى مفتقده رواقه بروق غيري، فالطاقه دي بتوصل له فيدعي لي فاروق. والله يعني على فكره دي حاجه مهمه جدا قوي. يعني انا ده اللي انا اتعلمته. البيج بتاعتي دي كلها والله يا ميري انا عايزه اقول لك انا عاملاها تفريغ طاقه. دي حاجه واصله للناس كلها اصلا. ما هي دي اهم حاجه في الدنيا. يعني انت مش مهم تكوني احسن اخر حاجه بتطبخ، ولا تكوني، المهم ان انت تكوني حقيقيه. أيوة. انك تكوني صادقه، انك تكوني جواكي رساله حلوه نفسك توصليها لغيرك. انا اكتر رساله يعني نفسي اقولها للناس، ما تكتئبوش. الاكتئاب ده طاعون رهيب، يعني بيسيطر على البني ادم، بيخليه جثه، يعني روحه دي بتبقى متاخده منه. فانا كل اللي انا بعمله انا مش بس، يعني لو تلاحظي ان انا مش بحاول، انا مش بصور وصفه حطي شيلي ودي جيبي، لا انا بحاول من خلال طريقتي او من خلال تصويري للحاجات الرايقه اروق الناس حواليا. يعني وانا كمان بروق. دي حقيقه على فكره ان هي بتوصل. كمان حاجه ان انت يعني موقف ابنك ده من اصعب المواقف اللي ممكن تواجهها اي ست في الدنيا بالزبط. واي اسره. ميري انا لو بتبقى ازمه. انا لو اقول لك انا الستوري الرايقه اللي بتشوفيها اللي بتحبيها تقولي لي فنجان القهوه بيروقنا، وناس يقولوا لي احنا انا يلا فين الستوري، انا عايزه انزل الشغل ما بعرفش اصحى غير لما اشوف الستوري بتاعتك مع الاغنيه الحلوه. مع عايزه اقول، لو اقول لك انا ببقى شايفه، يعني انا ببقى عامله ايه قبل ما مصور فنجان القهوه ده في حياتي، وبالرغم من كده باخد نفس عميق وابتدي ان انا اروق واروق نفسي واروق الناس حواليا. هتستغربي، هتقولي هي اللي بيعيش معايا اي حد، مثلا حد بيجي يساعدني في البيت، حد مش عارفه لما بيشوفني بيضرب كف على كف حرفيا، اللي هو مين دي وازاي بتعمل كده. وده اكتر حاجه بتفرحني، ان
لان هي دي حياه، وهو ده ايماننا بربنا، وهو ده يقيننا في ربنا. احنا عايشين عشان كده. صح. لازم ان احنا نحول اي حاجه صعبه بصبر وبايمان لحاجه حلوه، ونسيب اثر. يعني عارفه انك تسيبي اثر، ان انا اموت وصوتي عايش في وسط الناس، او بعد الشر ما هو كلنا في الاخر هنموت. بس مين بقى اللي يسيب ايه؟ عارفه يقول لك ايه؟ اهتم بسمعتك لانها هتعيش اكتر منك. دي عارفة مهمه جدا، دي مهمه المثل ده، جدا. انك تسيبي اثر طيب، تحفري حاجه حلوه في نفس حد. لا كمان حاجه، ان احنا بنطلع على ميديا، فانت ادام طلعتي على الميديا زي ما بالظبط. كنتيش انت صادقه وبتتكلمي مش بمنتهى هتوصلي. الامانه، توصلي. انت مش هتوصلي. برافو يعني ياما عليك. ناس وصلت بس بتختفي بسرعه، والناس بتعرف كويس قوي مين الصادق واللي سبحان بيتكلم الله. من قلبه ومين لا. فايبس صوتك نفسها دي حقيقة. بتوصل للناس. يعني صح. انا والطاقة، سبحان الله الطاقة اللي ببقى- احنا بنطلعها صح. دي برضو بتوصل للناس. دي حقيقه والله. يعني دي مهمة جدا ان احنا نوصل طاقة، دي حقيقة. مع كمان ان احنا نوصل معلومة صح. دي مهمة قوي ان احنا نوصل كمان ان اي حاجة ممكن هتعدي، كل حاجة كل ليل ليه نهار. بالظبط. مفيش حاجة هتقعد على طول، ايا حقيقة. كانت مشكلتك، ايا كان ظروفك هتعدي. دي حقيقة. حتى لو انت كان عندك مشكلة مع ابنك، انت ابتديتي تتخطيها بالتعود، انت بالظبط. اتعودتي عليه، بالظبط. انت ابتديتي تعرفي انت هتتعاملي ازاي. وعلى فكرة دي بتبقى بركة في البيت. انا بشوف ان الاطفال دول بتبقى بركة كبيرة دي جدا. حقيقه. دي حقيقه من هنا لحد الصبح. بحقيقي بجد، يمكن يعني ناس أصلاً بركة كل جامدة النعم اللي أنا جدا، فيها او بتبقى ربنا بسببه. بالظبط بسبب فعلا. وجوده في حياتي. هو حقيقي. على قد التعب اللي بشوفه، وعلى قد الصبر، حقيقي. وعلى قد ده. وعلى فكره انا ما بحبش ان انا اطلع اصدر ده للناس، اقول لهم انا عندي ابن ذوي قدرات خاصه وانا تعبان، علشان درءا للعين، او علشان يعني اللي هو ايه، ابقى شكايه بكايه. لا، انا بقول ده علشان اوعي تتخيلي ان النجاح ده او شيماء دي نجحت اصلها عايشه في ظروف رايقه وعايشه في اللالا لاند. لا، انا مش عايشه في اللالا لاند خالص. وبقول لك ده عشان انت كمان تقدري تعملي ده وتخلقي من حياتك الصعبه طبعا حاجه تعملي بيها حاجه حلوه. دي مهمة جدا. عايزة اعرف بقى انت ازاي بدأتي، مين اللي شجعك، انت ايه اللي فرق في شخصيتك بعد ما عملتي البيج؟ طيب، وانا بدات من زمان قوي، من وانا طفله صغيره، وانا بحب المطبخ قوي. برتاح نفسيا حتى لما كان والله هضحكك، يعني ايام لما بتفرج على كرتون وفي توم اند جيري، اللقطات بتاعت الثلاجه والديك الرومي والسفره والجيلي والحاجات دي، اللقطات دي كانت حاجات مبهجه جدا بالنسبه لي. يعني انا طول عمري اي حاجه فيها اكل معرفش ليه بالنسبه لي بتمثل بهجه، مش من باب حب الاكل كاكل، غير اكتر من انه من باب البهجه والايجابيه يعني. فالمهم انا دخلت كليه، انا معايا ليسانس اداب تربيه قسم اللغه الانجليزيه. اشتغلت مدرسه انجليش فتره طويله، بس كنت بعمل حاجه لطيفه قوي بقى. انا بحب الانجليش جدا، وانا مدرسه الحمد لله كنت ناجحه قوي قوي قوي. ده اكيد الحمد لله. كانوا الولاد بيحبوني بشكل غريب يعني. أكيد. الحمد لله يا رب. فكنت بعمل ده في المنصوره ولا في القاهره؟ لا انا اتجوزت في اسماعيليه، فعشت في اسماعيليه. انا اصلا من المنصوره. اوكي. عشت في اسماعيليه 20 سنه تقريبا من عمري، ولسه عايشه هنا في القاهره بقالي مثلا 3 سنين. اوكي. بس فبدات اعمل حاجه حلوه بقى، ان انا اوظف حبي للتنميه البشريه والطاقه الايجابيه والطبخ يعني في الفصل. يعني قبل ما ابتدي مع الولاد الحصه بناخد فتره صغيره كده بنتكلم فيها عن الطاقه الايجابيه، وازاي نبدا يومنا، وازاي نعمل لنفسنا حياه، وازاي الحاجات دي. وبعد كده نبتدي بقى الشرح. بعد كده بقى بدات اقول لا انا محتاجه بقى ان انا اعمل بيج كده واطلع بقى الطاقه اللي جوايا دي في فيديوز وحاجات. فالمهم عملت بيج صغيره كده، بدات احط عليها فيديوهات ومش عارفه الاقي الناس حبت الموضوع، احط ستورز، اتعلم حاجه لحد ما لقيت الحمد لله في استحسان. لقيت بدات اطور من نفسي من غير على فكره انا لا خدت كورسات، انا على باب الله خالص يعني. لا خدت كورسات لا في تصوير ولا في طبخ ولا حاجه. هو شغف، عارفه، مجرد شغف وفرجه كتير وصلني لان انا اعمل حاجه الحمد لله الناس حبتها، ويعني
دي حقيقة، بس عايزة اقولك على حاجة، هي بيبقى استعداد. بالظبط. يعني مثلا انا مرة واحدة صاحبتي قالت لي على اكلة، يعني كنت دايما اول الجوازة اكلم صاحبتي دي، فقالت لي على اكلة طريقة كبدة، صدقيني لغاية دلوقتي انا معرفش ميرفت كانت تقصد ايه. انا عملت اكلة لدرجة ان ان هي اشتهرت جدا، وكل الناس بقت بتاخدها مني بطريقتي انا. فهو بيبقى ساعات عندنا حس فعلا في الاكل، وده والنفس هو النفس ده مهم قوي حقيقي. النفس وحب اللي انت بتقدمي له الحاجه. اه انت لو حابه الشخص او الاشخاص اللي انت بتقدمي لهم الاكل بيطلع فيه سكر، حتى لو حاطه لهم لقمه ناشفه. ولو انت جواكي طاقه وحشه وعندك يعني طاقه مش حابه الناس، لو حاطه لهم ديك رومي هيبقى ملوش طعم، ولا كانك حاطه فول. يعني مش بتعملي الاكل اعتيادي، يعني مجرد ان انت بتعملي اكل وبتقضي واجب زي كل الامهات كده. بيبان عشان كده اقعد اقول دايما، اقول للبنات يعني ما تقفيش حرانه، ما تقفيش زهقانه، ما تقفيش منكوش، اقفي زي القمر. الدش خديه قبل ما تدخلي المطبخ زي ما بتاخديه بعد ما تدخلي المطبخ. الراديو شغال جنبك، المطبخ نظيف زي الفل، اقفي حاسه ان انت مبسوطه. لما تبقي مبسوطه ده كل حاجه، كل تفصيله من التفاصيل دي هينعكس على الاكل بتاعك. غير كده ما تدخليش اطلبي دليفري احسن، مودك وحش، متضايقه، مخنوقه، ما تطبخيش. فهماكي. وانتي دلوقتي انتي حد بقى مسك لك الصفحه الاول، ولا انتي اللي يعني ابتديتي تاخدي كورسات ولا؟ لا انا في البدايه كنت عملت الصفحه كده مع نفسي، بس هو المفروض لقيت ان الموضوع يعني ساينس بلس ارت، يعني ما ينفعش تبقي انتي شاطره وفنانه وكل حاجه من غير ما يكون في علم معين ناس مختصه فيه. لقيت ان هم قدروا يبروزوا الموضوع، فعلشان كده اي حد عايز يدخل مجال السوشيال ميديا لازم زقه من حد فاهم هو بيعمل ايه. مش بس موهبتك هي اللي هتخليكي توصلي. دي انا حاجه بقولها بمنتهى الامانه عشان ما نقعدش نلف في دايره مقفوله. انت عارفه كمان في حاجه، في ناس بتشتري فولورز، يعني بحيث ان الناس تدخل تلاقي الصفحه فيها فولورز اصلا. ده بيبان برضه، فده بيبان اكيد طبعا. بيبان منين؟ بصي ادخلي عند اي بيج، ما تبصيش على اللايكس ولا على الشير، ولا بصي على الكومنت. بصي على الكومنتس الموجوده، وبصي على الروح. بصي على الروح. في ناس اقصى حاجه ممكن تجي لها تسلم ايدك، تمام. في ناس ثانيه تيجي تلاقي واحده بتاخد، عارفه انا بقدر قوي قوي، عشان كده حتى هما المفروض يردوا لي على الكومنتات. انا ما لا ما تردوا، انا لازم ارد. انت مجرد ما تصحي تفتحي عينك تلاقي طاقه حب وكلام، واحده بتاخد من وقتها، ممكن تاخد من وقتها مثلا في كام دقيقه عشان تكتب لك الكلام الحلو ده. فيعني انت بقى تخيلي، شايفه ان انا برد على كل الكومنتس بتاعتي. دي طاقه حلوه. انا من اول فيديو اول فيديو جاب تقريبا كانت 1,000,000 ما شاء الله فيو، بعدين كان الكومنتس تقريبا 300، انا رديت عليهم كلهم. لان كمان يعني بحس ان هو لما حد يدخل ويكتب لي حاجه حلوه ده لازم ارد. انا ممكن بصي لا، ولازم لو انا جيت بالظبط، لو انا وقت يعني انا الفترات اللي فاتت ما كنتش بعرف ارد كويس، لان انا كانت ماما يعني ظروف صحيه، وانا مش عارفه حتى ابص حتى على الموبايل، مش بمسكه اصلا. بتبقي حاسه بايه؟ فببقى ببقى متضايقه قوي. وبعدين لما اي وقت مثلا عندي اي وقت مثلا في النص كده لازم اشوف الموضوع. هو تقدير متبادل طبعا، التقدير ده بيبقى دايما متبادل. لا والحب كمان، الحب اللي انت بتحسيه ده يعني هو ده النجاح. لان انا بتعب قوي، انا عايزه اقول لك علشان الفيديو اللي بيطلع في كام دقيقه ده علشان يتصور، وعلشان متعب جدا ومكلف، وممكن حاجه تبوظ يعني. عشان كده بقول لاي واحده هي حتى حابه الموضوع ده، انت في الاول حاجات هتبوظ. انت ممكن مش ورديه، انت علشان تعملي ديكور كويس لائق، وده مهم قوي، لان برضو العين والفيديو لما بيكون شكله حلو الناس بتحب تتفرج. لكن في ناس بتطلع بمناظر لا يعني مش حلوه. انا بسميها تغذيه بصريه. بالظبط. انا عايزاكي تتفرجي تبتهجي من الوان الفاكهه. اصل ربنا خلق لنا حاجات يا ميري في الدنيا محتاجين عين تبروزها. بالظبط. انا ممكن ابص على التفاحه انها حاجه لذيذه عايزه اكلها، وحد تاني غيري يبص على التفاحه انها ماستر بيس، انها تحفه. هي فعلا تحفه لو بصيت لها من زواياها وبصيتي لالوانها وبهجتها. الحته دي روحك بقى اللي بتطفيها، عينك اللي انت بتشوفي بيها الحاجه، الناس بيشوفوها بنفس العين دي.
فده مهم فلا قوي طبعا برضه. ده مهم جدا، مع ان انا مش بحب التفاح بس يعني ايا كان اي لا فاكهه هو في الدنيا. فعلا مش لازم بهرجه، انت مش لازم بالظبط. حاجات يعني ان انت برافو تجيبي عليك. حاجات غاليه وتعملي رخام، لا لا خالص. هو ده انت بقى اللي انا عايزه ممكن اقوله. بحاجات بسيطه بالظبط. تعملي مطبخ حلو، تعملي كورنر كويس كده، انت ده اللي تبتدي تشتغلي فيه. بس فكرتيني لازم بالكورنر بتاعي. تكوني مم. ايديكي مهمة قوي، بالظبط. ايديكي تكون صح. شكلها حلو. كويس اكيد جدا، اكيد. لان دي بتفرق قوي انا قوي. باخد بالي نقط الميه، اصل انا غسلت ايدي طبعا، احنا بنغسل ايدينا، اه نقط الميه لو بانت ارجع اعيد تاني. لا بالظبط. اصل مش عارفه، لازم تاخدي بالك، التفاصيل دي بتفرق جدا مع الناس ولازم نهتم بيها يعني. لا دي مهمة جدا ان احنا لازم نهتم بده، لادام احنا هنطلع على السوشيال ميديا لازم يكون شكلنا لائق. لو هنطلع بشكلنا ايدينا تكون شكلها لائق، الحقيقة. المكان يكون نظيف علشان نقدر يعني ما نلاقيش نصدر اي طاقة. كومنتس وحش. صح. وبعدين ده هيجيب لنا طاقة سلبية وهنتقفل على برافو طول. عليك. ليه بقى يا شيماء؟ طب انت دلوقتي الشغل في البيت او ان هو بقى خلاص ده شغل بتاعك اساسا وبقى مشروعك، فهل ده اثر بقى على شكلك؟ ان انت بقيتي مش رايقه زي زمان، بقيتي بتعملي كل حاجه بسرعه، يعني ايه المود بقى بتاعك؟ يعني اثر عليكي ولا لا ولا ايه الدنيا؟ طيب هو بالعكس، يعني انا شايفه ان الموضوع ده مش بيأثر علينا بالسلب على قد ما بيأثر علينا بالايجاب. بمعنى تنظيم الوقت مهم قوي. كل حاجه ربنا قال لنا عليها لو رجعنا لها هنرتاح. يعني لو احنا مثلا صحينا من النوم بدري، ورقه وقلم كده حلوين، ظبطنا وقتنا، ندي كل حاجه وقتها الصح. القهوه، بشرب قهوه يبقى انا بشرب قهوه، يبقى انا مركزه مع القهوه ومستمتعه بيها. خلصت القهوه هدخل على البيت حد بيساعدك، بتنظمي له الدنيا، انت هتقومي تساعدي نفسك. خلصنا نبتدي ندخل على التصوير. خلصنا كل حاجه تاخد مرحله معينه من وقتنا ومن تفكيرنا ونقط عليها كده يعني. انت عارفه فعلا ان انا بعمل كده. انا مثلا لما الاقي الدنيا كلها يعني كربسة. انا عندي حد بيساعدني في البيت، بس ممكن مثلا يعني هي مش جايه، فانا الاقي مثلا الدنيا كلها اتكربست، اقف كده مثلا 5 دقايق ابتدي انظم دماغي، اشوف انا هرتب ايه الاول. بالظبط. يعني 1 2 3 ايه اللي هعمله والاقي نفسي لا وهي اوكي. بقى لو ورقه وقلم، الورقه والقلم دي يعني مش قادره اقول لك بتفرق ازاي. وكمان تحديد الوقت، هو الموضوع صعب ومحتاج تمرين. بس انك مثلا انا من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، هتلاقي بركه في الوقت مش طبيعيه حاجه يعني. وعايزه اقول حاجه من ضمن الحاجات اللي بتدي سعاده وروحانيات عاليه وطاقه ايجابيه حلوه قوي، ممارسه عباده اسمها عباده الامتنان. وعباده الامتنان دي يعني هي جميله لدرجه ان هي مش مشروطه باي دين، احنا كلنا ممكن نمارسها. طبعا. ورقه وقلم، واول ما تفتحي عينك بتكتبي يعني بتمتني لربنا على النعم البسيطه قوي قبل الكبيره. هتلاقي نفسك يعني عندك زحمه نعم، دي لوحدها تديكي سعاده حتى لو انت قايمه فيكي مشاكل الدنيا. حاجه تانية برضو نفسي قوي الناس تعملها، وثقافه الناس تدرب نفسها عليها، اللي هي الفكره بتاعت تمارين التنفس او تمارين النفس. اوكي. تمارين النفس، الاكسجين، احنا بنتنفس غلط، احنا طول الوقت واخدين حاجه كده، ايه انا قاعده معاكي بطلع هواء بدخل هواء وخلاص، لكن احنا ما بيدخلناش الاكسجين الكفايه اللي المفروض يدخل بطريقه صح. وده بيأثر على خلايا المخ وعلى الاكسجين اللي داخل. الاكسجين اللي داخل ده هو بقى بصي داخل جسمك، ده بقى يظبط لك الحرق ويظبط لك المود ويظبط لك النفسيه. وادخلوا يعني، انا عايزه الناس تدخل على اليوتيوب وتعرف ازاي تعمل تمرين التنفس. دي حاجه هتعملها اول ما تفتح عينيها، بس هتاخد من وقتك حاجه كام دقيقه. وشوفي مودك قبل وبعد، مهمه سبحان الله بيغير جدا فعلا. فالرواقه مش صعبه. الرواقه ممكن بالنسبه لي ان انا اعمل فنجان قهوه وادخل اخد شاور حلو وافصل عن العالم، انا رقت. مش لازم اروح المالديف يعني عشان اروق. الموضوع مش محتاج فلوس، مش محتاج امكانيات. الاكله الحلوه او الحياه الحلوه مش بالفلوس خالص. بدليلك ممكن تدخلي بيت واحده ست بسيطه على قدها جدا، بس الحصيره بتاعتها نظيفه وحاطه قله منديه كده وعامله لقمه حلوه، تحسي انك قاعده في قصر ومش عايزه تطلعي. وممكن تدخلي مكان تاني انتيكات وتحف بس تراب وعنكبوت
طلعوني من المكان ده بسرعه. حقيقي. دي حاجه يعني في حاجه كمان دايما اقولها لما احنا نقول ايه يا رب كتر خيرك، لا هو انا ما اقولش كتر خيرك، اقول له يا رب كتر خيرك. بالظبط، برافو عليك. لان كتر دي انا بطلب من مزيد، لكن لما اقول له يا رب كتر خيرك هو امتنان. فعلا انا خلاص ده امتنان، هو فعلا انا ربنا بعت حاجات كتير قوي في حياتنا يعني. بالظبط. لا هو فعلا موضوع مهم جدا، علاقتنا بربنا دي اول واهم حاجه. في حاجه كمان بقى برضو بالنسبه للعرايس اللي بتتجهز برضو، لما تكوني بتفرشي البيت تجيبي شنط او اكياس تكتبي عليها بالماركر بالظبط كل كيس ده ايه، يبقى ده اوضه النوم، صح. ده المطبخ، ده كل ده لما تخشي الشقه. قريب هحتاجك قريب يا سلمى، بصي ما تسيبنيش. بصي يعني انت لما تحطي الحاجات دي قدامك يبقى حاجات المطبخ دخلت المطبخ، حقيقة. حاجات اوضه النوم دخلت اوضه النوم، حاجات السفره في السفره، فده برضو هيساعدك جدا الراحه بقى والروقان لما تروقي او لما تظبطي دماغك كده. مهم قوي تظبيط الدماغ يعني، ده مهم جدا. دي الحته بتاعتك معلش. مهم قوي نظبط دماغنا. ايوه. وليه بقى انت دلوقتي بتتكلمي عن التغذيه الصحيه يعني دخلتي فيديوهات او التغذيه العلاجيه سوري بقى التغذيه العلاجيه مش الصحيه. يعني ابتديتي تتكلمي عن التغذيه العلاجيه كتير جدا، فعايزين نعرف معلوماتك جبتيها منين، والحاجات الاقتصاديه ازاي انت برضو بنوفر في الحاجات الغاليه اللي بره بنعملها في البيت، يعني الحاجات دي بتجيبيها منين يعني؟ طيب بصي، اولا التغذيه العلاجيه او التغذيه او الاكل ازاي نعمله اقتصادي، وطرق المصانع نعملها ازاي في بيوتنا، وازاي نعمل حاجات صحيه وحاجات كده. هو الموضوع بالنسبه لي مش دراسه ب3 جنيه، ودي حاجه كسفاني، بس هو مش دراسه عشان انا مقصره، على قد ما انا ظروفي برضو عارفه انا مش عايزه اشتت نفسي في اتجاهات كتير. يعني انا حاولت ان انا اعمل دبلومه او حاجه كده في التغذيه العلاجيه، لقيت ان الموضوع هيستنزف مني وقتي، وانا عندي ولاد الحمد لله ربنا رزقني بالكبار والصغيرين يعني فهم حرام هظلمهم، هلاقي نفسي، لان انا كمان من نوع الناس اللي هي الايه الماستربيس قوي، يعني اللي هو بدخل في الحاجه عايزاها بيرفكت، فلقيت نفسي مش هقدر. فانا المعلومات عن التغذيه العلاجيه معلومات ست بسيطه خالص عندها شغف وبتسمع وبتقرا كتير. دي حاجه. هو طبعا ده مش حلو، لان انا لما بتكلم عايزه اتكلم بالثقه والثقل اللي يخليني واحده مثلا ما الاقيش حد داخل يقول لي انتوا بتفتوا، انت شيف، ايه اللي دخلك في اللي انت فيه. فده ان شاء الله هياخد مجاله بعد كده. لكن موضوع المصنعات مثلا اللحوم والالبان والجبن والحاجات دي، دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا وسهله جدا جدا وبركه جدا جدا وحاجات كتير. دي بقى كلها انا اصلا من اصول ريفيه زي ما انت عارفه، انا من المنصوره، وستات المنصوره كلهم ايه يعني بيوتنا كلها تدخلي المطبخ كده برطمانات المخلل وبرطمانات المربى وبرطمانات. فانا اتربيت لقيت امي وجدتي والناس عايشه على ده، فاستهواني وحبيته ومكمله معاهم حتى دلوقتي في بيتي. انا بحاول اعمل ده. بنت خالي بتقول لك حاولي تكتري من وصفات الجبن على قد ما تقدري. ان شاء الله. لا انا بصي، هو المشكله ان انا خلصت كل الانواع، فان شاء الله يعني حاولي تفتكسي، يعني شوفي بقى يعني حاولي تعملي اي حاجه باذن الله. ده ان شاء الله الفتره اللي جايه على الشتاء، علشان خلي بالك برضو اللبن بيبقى دسم، مع اني اقول لك بقى ان لبن الصيف بيكون دافي اكتر من الحر، فبيطلع. في واحده كانت عامله فيديو بتقول الكلام ده، بس انا استغربت منه، عارفه انه اسرع. لكن احنا في الشتاء بنتحايل على الموضوع ده ازاي؟ احنا بناخد الدسامه بتاعت وبنتحايل على الموضوع، بنشغل الفرن ونطفيه ونحط، يعني ليها قصه كده. بتعملي حضانه كده في البيت في فرن البوتاجاز، بحط الحاجه اللي انا حاطه فيها اللبن في ميه مغليه او ميه دافيه، فاهم يعني ليها قصه كده، انا اشوفها في الفيديوهات. ايوه بالظبط كده. وميرسي قوي بجد، انا مبسوطه جدا جدا معاكي، ويا ريت كلنا نفكر مفيش حاجه اسمها انا ما قدرتش، انا كبرت، انا معيش فلوس، انا مفيش امكانيات. لا خالص، مش لازم ان انتي من اول مره هتنجحي، مش من اول مره وصفتك هتنجح، مش من اول مره هتلاقي هوب مليون واحد شاف الوصفه. لا، ربنا لما عمل الدنيا عملها في 7 ايام، ما عملهاش في يوم واحد، مع انه كان يقدر يعمل. فباي باي، ويا ريت فعلا نكون فدتكم، وان شاء الله يبقى في حلقه تانية مع حد تاني برضو كارير شيفت ونتعلم منها كتير. باي باي.